بحب رحب بالجميع. انا شايف قدامي الشوف اللي قدامي بكبر القلب، لانه انا شايف قدامي كتلة شعبية اللي كنت بعرفها ايام مرحوم الوالد. كل المناطق وكل الطوائف. هذا بكبر القلب. انا بالطليعة بحب اعيد اخواننا المسلمين عيدهم بكرة عيد الاضحى. وبحب ركز على نقطة اساسية. اذا نحن الكتلة الشعبية نحن ثمن او نحن ضحية لوفاء وطني، نحن قدنا مثل السكر. نحن قراءتنا للشيء اللي صار هال 24 ساعة، نعم نحن ضحية. نعم نحن عم نشوف قدامنا وفاء وطني كثير منيح. كل يوم فخامة الرئيس بيجمع اثنين متناقضين وبيصلحهم، كثير منيح. هذا شيء جيد ومفيد للعيش المشترك ومستقبل الوطن. نحن هذا بتكبر القلب. نحن اذا شفنا الغرب والشرق متفقين على صيغة بتوحد المنطقة، نحن مستعدين نضحي حالنا. ما عندنا مشكلة. ولكن السؤال كبير، هل هو هاي مرحلية اما جدية؟ لانه اللي شفنا هالفترة ال 24 ساعة اللي صار، شفنا شغلتين اساسية. شفنا فضيحة سياسية وفضيحة قانونية. معلش، لما المجلس الدستوري اللي كنا نحن مرهنين عليهم والمجلس الدستوري اللي بده يحمي الدستور اللبناني والمؤسسات اللبنانية، لما يطلعوا بقرارات سياسية، انا بتجرحني. صفقة سياسية، يعني بالاجماع اتفقوا انه اليوم نحن متفقين. هل هن بيعرفوا الشيء اللي صار اليوم او امبارح ممكن يصير ضدهم بكره؟ اذا القانون بدنا نلعب فيه حسب مزاجية العالم والاقطاب السياسية والاحزاب السياسية الصديق، اليوم ممكن ما بنعرف فين بكره. اذا اليوم مستعدين يضحوا بالقانون، ضحوا بالقانون. انتبه، انا مجروح، بس مجروح على لبنان، ماني مجروح على حالي. لانه ساعة ما بدهم بيلعبوا بالقانون حتى تناسبهم، لا هذا فضيحة. لان رئيس مجلس الدستوري انه لا ما فيها شيء ورد الطاعون، ونحن بنسألهم في فضايح صار بالانتخابات، ردوا القانون كأنه ما في شيء. على كل حال الشأن القانوني هذا بنخليها للرجال القانون عنا، المحامية هن رح يردوا عليهم. نحن مالنا اختصاص. نحن بنسألهم شو صار بال 48,000 موجودين باللواء شطب و 158,000 اللي صوتوا 10,000 فرق، وين اجوا هاو؟ لحد هلا ما اخذنا جواب. لما بنسألهم كيف نزلوا 16,000 اخر ربع ساعة، ما عندنا جواب، او جواب غامض، او جواب منه مقنع. هذا الشيء بشغل البال، لانه عم بيلعبوا بالقانون. قانون هذا الشيء اللي بيربطنا هو اللي بيحمينا، بيحمي كل لبنان. هلا شو بتحبوا، قانون اللي بيربطنا او قانون الغاب؟ يعني القوي بيغلب الثاني، القوي بياكل الثاني. لا، خلينا نحن نضل على القانون، ولكن خليه رجال القانون يحترموا القانون. ونحن بنحب نوجه كلمة صغيرة لحلفائنا. نحن ما عندنا مشكلة بالوفاء الوطني، بالعكس تمام، بس يحطونا بالجو. 3 أشهر ما حدا حكي معنا، ما شفنا اخر ربع ساعة
اتفقوا بالاجماع انه لا، انه هذا الطاعون كله ما له الاساس، ردوهم للشباب وخلي اللي مغلوب عمره يدفع ثمنها. انا من مغلوب عمره ولا حدا من زملائنا اللي مغلوب عمره لبنان. القانون اللي صار باليوم بزحله كده زحله ممكن تصير باي منطقه ثانيه، باي وقت ثاني، باي مرحله من سياسه لبنان. فانا بتاسف من الشيء اللي صار اليوم، ويكون عندهم الجراءه والصراحه هؤلاء الرجال المسؤولين اليوم بالدوله من راسه لكعبه يكونوا صريحين يصارحوا الشعب اللبناني. نحن لقائنا اليوم له شأنين، شأن سياسي اللي حكيته وشأن قانوني. في الدكتور هيكل بيحب يقرا البيان، وفي عندنا محاميه بكره بده يتابعوا القصه. ما بتوقف هون، نحن في استمراريه لشيء اللي صار هال 24 ساعه، ما رح توقف هون. اذا فكرهم هن بعرف شو في بعقلهم، بعرف انه معلش بيقوموا قيمتهم ايام يومين ثلاثه وبتروح الشغله. لا، ما رح تروح الشغله، رح تضل معهم، رح تضل بضميرهم ووجدانهم هال4 سنين اللي باقي، 3 سنين ونص اللي باقي. هذا شيء معيب جدا اللي صار. اذا الصحفي بيحب يسالونا سؤالات بعدين في دكتور هيكل بيحب يقرا البيان. خطوات سلميه وقانونيه. نحن بنحترم القانون، ومشكلتنا نحن بنحترم القانون. مع الاسف هون بينت بلبنان اذا بدك تلعب، اذا بدك تكون سياسي محنك، اذا بدك تكون سياسي محنك وناجح، بدك تعرف الكذب، بدك تعرف تسرق العالم، بدك تعرف تقلب على العالم وتغير سياستك كل لحظه. هاي اذا بدك تكون سياسي محنك وناجح. السياسي اليوم اللي بده يكون شفاف وصريح هذا سياسي فاشل وحمار مع الاسف. قلت لك باول حديث هي صفقه سياسيه وفضيحه قانونيه.